الفيديو ده موجه للبنات اللي بتشتغل على نفسها ولسه بتحاول تكتشف نفسها، بيتعلموا يحطوا حدود ويبعدوا عن العلاقات المؤذية. ولكن مشكلتها ان دايما شايفة ان محدش شايف التغيير ولا مقتنع بيه، ولسه بيتعاملوا مع النسخة القديمة منها. مبدئيا كده، اعلى مراحل التغيير انك ما تهتميش الناس شايفاك ازاي، ولا الناس حاسة بشغلك على شخصيتك ولا لا. اول ما تلاقي نفسك بتفكري في الناس، اعرفي انك ماشية غلط، مش ده الطريق اللي المفروض تمشي فيه. احنا هنا بنشتغل على شخصيتنا احنا، علشان خاطر نفسنا ومصلحتنا، مش علشان خاطر الناس. مشروبك وتعالي اسمع. بتسألي نفسك طبعا ليه التغيير بياخد وقت، وليه انا مش بحس بيه. عاوزة تصحي في يوم وليلة كده تلاقي نفسك اتغيرتي، شخصيتك اتغيرت وطورتي من نفسك فجأة. ولكن ببساطة هو مش عملية تجميل. التغيير الحقيقي ده زيه زي أكنك بتبني بيت. هل انت مع أول طوبة بتعرفي تشوفي البيت ده هيكون شكله عامل ازاي؟ لا طبعا. ولكن مع آخر طوبة تقدري. علشان كده ما تجيش بعد ما قريتي لك كتاب ولا اتنين وسمعتي لك كام فيديو تسألي أنا ما اتغيرتش ليه؟ بجد؟ طب انت بطلتي دراما؟ لا. واجهتي مخاوفك؟ لا. اخترتي نفسك من غير إحساس بالذنب؟ برضو لا. وجايه بتسألي انا ليه مش حاسه بالتغيير؟ طب ليه الناس بتتعامل مع النسخه القديمه منك؟ علشان الناس بتتعامل مع النسخه اللي ارتاحت لها، والنسخه اللي هتعرف تاخد مصلحتها منها. فاكيد لما تتغيري مش الكل هيعترف بده، بالعكس ده في ناس هتشوفك غريبه، وفي ناس هتزعل منك بسبب انك بقيتي واضحه زياده، او بسبب الحدود اللي فرضتيها عليهم. وفي ناس هتتضايق اصلا انك بقيتي نسخه احسن من نفسك. ومنهم بقى اللي هيستفزوكي ويجربوا يختبروكي علشان يرجعوكي لتصرفاتك القديمة، ويقولوا شايفة ما اتغيرتيش. بيحاولوا يثبتولك العكس عشان تقعي وترجعي لنقطة الصفر تاني. وهنا بقى يجي الاختبار الحقيقي، هل هتعرفي تكملي ولا هترجعي تبرري؟ فقولي دايما لنفسك انك مش محتاجة تبرري، تشرحي، تقنعي، او حتى تردي. كفاية انك حاسة بالنضج والفرق، وان قلبك بقى اخف، وانك بقيتي نسخة اقرب وافضل لنفسك. وده يثبت التغيير من غير دوشة. وقتها هيبعدوا عنك ممكن، هتحسي بالوحدة اكيد، بس اول خطوات النضج انك تتعايشي لوحدك وتصدقي نفسك حتى لو محدش مصدق. لازم تفهمي بقى ان التغيير لما يقلب استعراض بيبوخ قوي وبيضيع معناه. انت بتتغيري علشان ترتاحي، ولكن لو فضلتي كل خطوة تاخديها مستنية تسقيفة على كلمة حلوة من الناس، هتدخلي سجن اثبات الذات للناس. وساعتها مش هتتحرري بسهولة، وممكن ما تعرفيش تبقي حرة تاني. وأسوأ حاجة ممكن تعمليها في حق نفسك انك ترجعي تعملي حاجات مش شبهك ولا من مبادئك، علشان تثبتي بس انك بقيتي انضج. وده بالنسبة لي من أسوأ وأغرب التصرفات. بتثبتي نضجك بتصرفات طفولية، تناقض رهيب. تعرفي ازاي بقى انك بقيتي انضج واتغيرتي؟ لما توصلي للنقطة اللي كنت بتنهاري فيها وتقفي صامدة، لما تلاقي نفسك ما بقيتيش تجري ورا حد، ولما تلاقي نفسك ما بتسعيش تثبتي حاجة لحد، لما حياتك تبقى مقفولة عليكي، مش أي حد يعرف عنك أي حاجة، لما في أي مشكلة تختاري راحة بالك مش الفوز. فقولوا لي بقى ايه اللحظة اللي حسيتوا فيها بالتغيير فعلا؟ بس كده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. وقولوا لي حابين الفيديو اللي جاي يكون عن ايه. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.